السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اسلام ورجعنا لكم تاني بموعد ان شاء الله. التحديثات هتنزل الرسمية، التحديثات الرسمية مش البيتا. اللي يقول لي البيتا لا يا باشا، ده الرسمي ان شاء الله. وسامسونج عملت عظمة السنة ديت. عايز تعرف ايه العظمة؟ كمل الفيديو. وسامسونج في العادي بتنزل 4 إصدارات تجريبية. سامسونج نزلت حاليا 3، وبعد الرابع ده أسبوع أسبوعين 3 بالكتير بتروح منزلة الإصدار المستقر اللي هو الرسمي. من يومين نزل تحديث 4 في كوريا، ده معناه ان هو ان شاء الله اسبوع اسبوعين 3 بالكتير هيبدأ الاعلان الرسمي. زي ما قلت لك ان هو هيبقى في شهر 10. نزل اس 23 الترا وكده. تمام. ده تأكيدا على الكلام، بدون كلام كتير نقول لكم بقى التحديثات. شهر 10 هينزل فيه التحديثات جدا كتير. بالنسبة لعائلة الاس 23 كلها هيجيلها التحديث ال 14 والاس 22 والاس 21 والاس 21 اف اي. بالنسبة لعائلة الفولد، فولد 3 وفولد 4 وفولد 5. تمام. وبالنسبة لعائلة الفليب، فليب 3 وفليب 4 وفليب 5. نيجي بقى، ده كله هينزل في شهر واحد، شهر 10. تمام. وايه تاني؟ والام 34 والاي 54. نيجي بس كده، لا التابلت، تابلت اس 9 بلس و... والالترا، وتابلت اس 10 بلس والالترا. بس كده، بس كده كفايه. انت عايزين ايه تاني؟ وبالنسبه للاس 20 للاسف مش هينزل، والنوت 20 للاسف مش هينزل له. نخش بقى في الفئة المتوسطة. هتنزل في 11 و12 ان شاء الله. صح، قبل ما اقول لك ايه اللي هينزل في الفئة المتوسطة، ما تنساش تعمل اشتراك لو انت مهتم بالتحديثات والحاجات البرامج بتاع الموبايل. نخش بقى في التحديثات اللي هتنزل في الفئة المتوسطة. A73، A53، A52 4G وال 5G، A52s. ونخش في الأقل شوية، A33 4G و 5G، A24، A23 وال A14 و A13. وبس كده؟ لا، نخش تاني و A0.4. تمام. نخش بقى على الام M54، M53 و M33. واخر حاجة معانا M23. وان شاء الله اول ما ينزل القايمة الرسمية هتلاقوا على القناة بإذن الله. وطبعا ده انجاز كبير من شركة سامسونج. 3 شهور وتنزل، ده ما حصلتش ولا هتحصل. وان شاء الله هنزل فيديو بيقول فيه المميزات اللي هتنزل في تحديث 14. وشكرا ليكم، وصل لحد هنا. انتوا اجدع الناس. السلام عليكم.